كوكب اليابان ده لقب اللي اداه الإعلام العربي لليابان. الدولة صاحبة أكبر انتشار ثقافي واقتصادي في العالم، وطلع منها ماركات عالمية زي توشيبا وموتسوبيشي وسوزوكي وتويوتا وسوني، وطلع منها الأنمي أو زي ما احنا بنسميه باللغة الدارجة بتاعتنا الكرتون. وعندها تقدم تكنولوجي كبير، وعندها شعب راقي جدا، وده بان في مواقف كتيرة زي ماتش كأس العالم الأخير. وما زال محتفظ بأصوله وعاداته وتقاليده برغم من كل التقدم التكنولوجي اللي هو فيه. فازاي اليابان وصلت للمكانة اللي هي فيها دلوقتي؟ ما تيجوا نشوف. في فترة العصور الوسطى اليابان كانت محكومة بنظام الإقطاع، والنظام ده بيتضمن امتلاك أغنى ناس في البلد لأراضي زراعية وبيشغلوا فلاحين فيها، شبه اللي بيحصل في بعض قرى الصعيد في مصر. وده قسم الشعب الياباني لطبقتين: طبقة غنية بتظلم الفقير وبتطمع في غيرها، وطبقة فقيرة نفسها إنها تشتغل عند الأغنياء. وده حول اليابان للغابة، كل واحد عمال يقتل في بعضه ويفرض قانونه على التاني، لغاية ما جم الساموراي اللي يعتبروا من أقوى المحاربين في كوكب الأرض، واستغلوا الحروب الأهلية دي لصالحهم. وكانوا بيحموا القرى بمقابل إن أهاليها يدفعوا الجزية ليهم، وبقى ليهم مكانة وشأن كبير في المجتمع الياباني، لدرجة إن طلعت أسطورة بتقول إن في عصابة بتيجي لقرية معينة كل فترة ويسرقوا المحاصيل بتاعتها، فيجي واحد من سكان القرية دي ويروح المدينة ويرجع ب7 من محاربين الساموراي ويقضوا على العصابة كلها. اتعملت القصة دي في فيلم الساموراي السبعة الياباني، واتعمل منه فيلم ماجنيفيسنت 7 الأمريكي، واتعمل عندنا في مصر فيلم شمس الزناتي في سنة 1603. عين الإمبراطور الياباني واحد اسمه توكوجاوا إياسي في رتبة الشوجان، وده معناه إن رئيس الوزراء ووزير الدفاع في نفس الوقت، وده علشان يوحد اليابان ويوقف الحروب الأهلية. توكوجاوا ده اللي بنى اليابان اللي احنا عارفينها دلوقتي، وحولها لدولة نظام وقانون، ووحد الإقطاعيين، وأجبرهم إنهم يودوا ولادهم المدرسة عشان يتعلموا ويعلموا الشعب، وطلع قانون يعاقب أي فلاح مهمل في شغلانته. الساموراي لقوا نفسهم مش لاقيين شغل، وابتدوا يعملوا طقس الهاراكي، وده عبارة عن إن الساموراي معاه سكينة وبيطعن نفسه لما يلاقي نفسه اتهزم في المعركة عشان ما يجيبش العار لأهله. وده طبقا لديانة الشينتو اللي بتنادي بوحدة الإنسان مع الطبيعة ومبتؤمنش بفكرة الثواب والعقاب. وعشان الحكومة تحل المشكلة طلعت قانون اسمه قانون البوشيدو، وده قانون بيسمح فيه الساموراي إنه يعيش حياة مدنية مقابل إنه يسلم سيفه. وده قسم الساموراي لطبقتين: طبقة قبلت القانون، وطبقة تانية ابتدت إنها تتمرد وتنفذ عمليات إجرامية، وتحولت الطبقة دي لعصابة الياكوزا اليابانية. مرت اليابان بسنين طويلة بتعاني من كوارث طبيعية من براكين وزلازل، وده ضعف الزراعة فيها، وبالتالي الموارد الطبيعية ابتدت تقل. وعاشت اليابان فترة ضعف لحد سنة 1868 لما ابتدت أمريكا والدول الأوروبية تدعم اليابان وتبني لهم مواني. ومن هنا ابتدت اليابان تتأثر بالغرب، وده فرح ناس ومفرحش ناس تانية، زي سايكو تاكوموري آخر محارب ساموراي اللي كان شايف إن بلده بتضيع وهويتها بتضيع وإن الحكومة موالية للغرب، وحاول يكلم الإمبراطور ومنجحش، فقرر إنه يتمرد على الحكومة. وحصلت حرب أهلية بين الساموراي والحكومة، انتهت بإن سايكو تاكوموري مات وانتهى عصر الساموراي. واتعملت القصة دي في فيلم ذا لاست ساموراي لتوم كروز. ونيجي للقرن العشرين اللي ابتدت اليابان تتحول لدولة استعمارية، وكانوا اليابانيين شايفين إن آسيا بتاعتهم ومش بتاع حد تاني، وابتدت إنها تستعمر دول آسيوية كتير زي الصين وكوريا والفلبين وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا وسنغافورة، وسيطرت على كذا جزيرة في المحيط الهادي. وفي 7 ديسمبر سنة 1941 ضربت اليابان ميناء بيرل هاربر الأمريكي بسبب دعم أمريكا للصين، وده خلت أمريكا تدخل الحرب العالمية التانية وتعلن الحرب على قوات المحور وبالأخص اليابان. وابتدت أمريكا تسيطر على كذا جزيرة في المحيط الهادي، وكلنا عارفين إن في نهاية الحرب أمريكا انتصرت على اليابان عن طريق رمي قنبلتين نوويتين في ناجازاكي وهيروشيما ودمرت اليابان. المشهد ده بالنسبة للعالم كان أشبه بأفلام الرعب، لكن بالنسبة لليابان كان أشبه بميلاد جديد. وانتقلت اليابان من مرحلة التخبط ومرحلة الاستعمار
لمرحلة النهضة. بدأت اليابان تبني نفسها في الخمسينات، وركزت على القوة الثقافية والقوة الاقتصادية والقوة العلمية، وابتدى ينتشر فن المانجا أو القصص المصورة اليابانية، وتحولت القصص ديت لمسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة أو الأنمي زي الكابتن ماجد ومحقق كونان وسابق ولاحق. والمنتجات بتاعتها تعتبر أعلى جودة عن منافسينها، لأنها معتمدة على كمال الجودة، وإن المنتج يكاد يخلو من العيوب، ولو فيه يبقى قليل. وده سبب إقبال أسواق كتيرة في العالم على المنتجات اليابانية. واليابان أنغذت صناعة الألعاب الإلكترونية بعد ما انهارت في سنة 1983 بنزول لعبة سوبر ماريو في سنة 1985 من شركة نينتندو اليابانية، وعملت أسرع قطر في العالم، البوليت ترين أو قطر الطلق، عشان بيجري بسرعة الطلق اللي بتطلع من السلاح. ده غير معظم الصناعات والخدمات اللي بتتقدم عن طريق التكنولوجيا والآلات. وبرغم من كل التقدم ده، اليابانيين مازالوا محتفظين بعاداتهم وتقاليدهم، زي احترام الكبير وفكرة القوة في الاتحاد، وبيفتخروا إنهم أحفاد الساموراي وبيقدسوا الشغل. وده ادى انطباع لناس كتيرة جدا إنهم مجتمع مثالي، ولكن الحقيقة مفيش مجتمع مثالي. فعلى قد ما اليابان تكاد تكون دولة مثالية، إلا إنها عندها أعلى معدل انتحار في العالم. الناس هناك بتحب الشغل لدرجة التقديس، ومستعدة إنها تشتغل لحد الموت من غير نوم. ده غير إنها من أعلى الدول في الانقراض، وده بسبب نقص الموارد الطبيعية فيها وطبيعتها الجغرافية الصغيرة، والكوارث الطبيعية اللي بتحصل كل فين وفين من براكين وزلازل. إيه الخلاصة؟ التجربة اليابانية تعتبر من أعظم التجارب في العالم، ونتمنى في مصر إن احنا نخوض في تجربة زي ديت، ونركز في الحاضر والمستقبل بدل ما احنا مركزين في الماضي. أشوفكوا الحلقة الجاية. سلام.